وطن وفرحة. أول شيء مبروك للشعب العراقي ومبروك للبصرة. تستحقهم بطولة غالية. صراحة كل الناس اللي موجودة من أول البطولة لآخر يوم في البطولة ما فيش حد أثر، إن كان مسؤولين، إن كان لاعيبة المنتخب، جهاز فني، كجمهور. كل الناس صراحة تستاهل. دي أقل حاجة إن اللعيبة تهديها للشعب العراقي. طبعا مبروك زي ما قلت للمنتخب العراقي، هارد لك طبعا المنتخب العماني. مبروك لاخويا وصاحبي نشأت ونور نفس الشيء. خالد، لو احنا هنبص ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي من التشجيع الجمهور من امبارح بالليل. الناس ما نامتش، احنا طول الليل، حتى احنا الغرف بتاعتنا موجوده على الكورنيش، طبل ورقص وغنى. انا لعبت ماتشات كتيره، لعبت 41، ما شفتش جمهور بالحلاوه دي، ما شفتش جمهور بالتعصب ده، ما شفتش جمهور بالروح اللي عنده ده والاصرار، ما شفتش جمهور في الماتش حتى لما بيخش في جون التعادل بيشجع بحماس ويرجع تاني اللعيبه تحقق الهدف الثاني، وبعد كده يخش حتى فيهم الهدف الثاني وبعدين يكسبهم. لا، دي تديك ان الجمهور ده لو احنا هنديله، لا انا هقول الجمهور ده رقم واحد في البطوله، رقم واحد في منتخب العراق، لان هم اللي سبب من اسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى التشجيع والروح بتاعتهم اللي في الملعب، هي اللي عاطيه اللعيبه الثقه، عاطيهم الباور، عاطيهم التفاؤل ان هم هيكسبوا في اي وقت. بجد اقل حاجه ان النهارده انا بشكر لعيبه المنتخب ان هي بتهدي البطوله دي، اللي هي الخليج 25. يستحقوا يستحقوا يستحقوا، لان بعد 40 سنه ان هم ينظموا بطوله وياخدوا البطوله في ملعبهم، دي حاجه بتحسب لكل الشعب العراقي. انا مش عايز انسى حد، ما فيش حد اثر، ما فيش حد، يعني كانت الناس كلها بتتكافئ يد واحده. دي حاجه تعرفك ان البطوله هم يستاهلوها، هم يستاهلوها. شكرا ليك. بشير. خالد، اولا الرحمه والخلود لروح الشهيد